السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاك اخوكم خالد كمال، قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك. بحب اشكر كل الناس اللي اشتركت في القناة والناس اللي دعمتني وبتدعم محتوايا. انا راجل طالع بتكلم بتلقائية جدا، راجل مش هقول عندي مصادر ولا راجل هقول عندي اخبار. انا راجل مشجع من مشجعين نادي الزمالك، بتكلم على الفريق وبتكلم عن جميع الأندية بطريقة محترمة، سواء الأهلي أو أي نادي تاني. أنا راجل بشجع النادي بتاعي ولا بسيء لأي حد. فبشكر كل الناس اللي دعمتني وشجعتني واشتركت في القناة. وريت تدعموني على صفحتي على الفيسبوك، وتعملوا فولو للصفحة عشان فيديوهاتي تنتشر على الفيسبوك. النهارده جاي اتكلم معاكم على ماتش القمة ما بين الأهلي والزمالك. طبعا كلنا شفنا الماتشات السلبية اللي نادي الزمالك عملها، وتغيير جروس وتخبط مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والصفقات آخر 48 ساعة. بصراحة كان أداء يقرف وماتشات زهق وزفت. بس احنا عندنا ماتش يوم السبت. الماتش يوم السبت ده مش هيعتمد على مجلس الإدارة ولا هيعتمد على جهاز فني. الماتش ده هيعتمد على لعيبة مفروض تبقى رجالة، لعيبة بتاخد ملايين، لعيبه يعني المفروض كل همك يبقى في الكوره لاسعاد الناس اللي بتروح وبتشجعك والجمهور اللي على طول محروق دمه. احنا مش هنقول لك الدوري، مش هنقول لك ونحط عليك ضغط. احنا بنتكلم ان الماتش ده عايز رجاله. يا ريت من اللعيبه تبقى رجاله، يا ريت اللعيبه تمام تحس بالتيشيرت اللي هي لابساه. مش هنقول بقى ان في لعيبه ما تستاهلش ان هي تلبس تيشيرت نادي الزمالك. مش هنتكلم في المواضيع دي دلوقتي. احنا هنتكلم ان المفروض الماتش ده يبقى فيه 11 راجل في الملعب، في 11 راجل في الملعب. مش الجهاز الفني ولا مجلس الاداره اللي في الماتش ده اللي هيتحملوا مسؤوليه. انتوا كلاعيبه انتوا اللي هتتحملوا مسؤوليه بعد الماتش ده. لا اما ترجعوا للطريق الصح، لا اما كلكم بره النادي، كلكم بره النادي. لان حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك ده، حرام ال الاداء اللي بنشوفه في نادي الزمالك ده الواحد بيفتح الماتش اقسم بالله بيقرف يكمل الماتش. والله العظيم بقرف اكمل الماتش. انا في ماتشات كتير منهم ماتش فاركو اللي احنا كسبناه ده، انا من كتر الزهق قفلت وسبت الماتش. فالماتش الجاي ده اكون او لا اكون كلعيبه، مش كجهاز فني ولا اداره. يعني انا مدير الفني بسيره ليه ما عليه وعليه ما عليه. بس هو احنا جبنا جوميز وهو جوميز ما كانش معروف، بس جوميز اثبت ان هو مدرب كويس، مدرب بياخد ريسك بس مدرب كويس. جروس ما انتقدناش جروس على قد ما قلنا ان جروس مرحله وانتهت. فالمدير الفني باسيرو لسه جاي ما كملش 72 ساعه، تحمل المسؤوليه قصاد بتروجيت وده يشكر عليه. بس الماتش الجاي ده هيعتمد على اللعيبه، هيعتمد على 11 راجل في الملعب، 11 راجل في الملعب. وكلمة أخيرة هتكلم أوجهها لزيزو. يا زيزو ده مش مستواك. هجوم نادي الزمالك عليك أو جماهير نادي الزمالك عليك يا زيزو مش عشان ماتش ولا اتنين. أنت يا زيزو بتفكر في التجديد أكتر ما بتفكر في الملعب. فدي كلمة هقولها، دي فرصة أخيرة ليك يا زيزو. عايز تكمل في نادي الزمالك، أنت عارف هتكمل إزاي، أنت عارف هتكمل إزاي. عايز ما تكملش وتخرج بنظرة محترمة لجماهير نادي الزمالك، هتخرج بنظره محترمه لجماهير نادي الزمالك، بس تأدي اخر نقطه عرق ليك في الملعب. احنا مش بنهاجمك وخلاص، ولا بنهاجمك عشان خاطر نطلع ترند ولا عشان حاجه. انت بتفكر في التجديد يا زيزو وانت في الملعب. انت بقالك 5 ماتشات يا زيزو ما بتعملش باص صح. انت ماتش بتروجيت اللي فات يا زيزو مضيع لوحدك 3 انفرادات. فدي رساله اخيره لزيزو. الماتش الجاي لو انت لعبت هتبقى دي اللي تكمل في نادي الزمالك لما تكملش في نادي الزمالك. والزمالك ما بيقفش على حد، وهرجع اقولها تاني وتالت من واحد مشجع لنادي الزمالك. يا زيزو نادي الزمالك مش هيقف على حد، حط الجملة دي في دماغك. سلام.